فار. السؤال الذي يبحث الحكم عن إجابة لا هو هل كان هناك تدخل ضد حارس المرمى قبل تسجيل الهدف أو لا. عادل زراق يتجلي الفار للمرة الرابعة في هذه المباراة. يتأكد دائما مما حدث في الكرة الماضية. زراق دائما في متابعة الحالة على بعد ما يقارب ثلث ساعة من نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. أظن أننا سنتابع وضع مشابه لما تابعناه في الجولة الأولى. كثرة التوقفات في الجولة الثانية ستجعل الحكم يعلن عن وقت مضاف يتجاوز 10 دقائق. زراق يتحول إلى أرضية الملعب ويؤكد الهدف، يؤكد الهدف ويبقي على الهدف، والنتيجة هدف لهدف. بين حدث في الكرة الماضية كرة من محمود بن التايك. لاعبو رجاء يطالبون بأنه كانت لمسة يد في الكرة الماضية. الحكم في يبحث عن نقطة من ذهب من عادل زراق أمام الأحواسي. يسري بوزوق أمام الأحواسي. بوزوق بوزوق بوزوق. ثاني هدف الرجاء، ثاني هدف الرجاء في الوقت الميت من المباراة. يسري بوزوق يتمكن من بلوغ الهدف. 2-1 للرجاء امام اتحاد تورقة. تصبح النتيجة 2-1. الرجاء الذي كان متأخرا في النتيجة يعود من بعيد ويسجل ثاني هدفه. ثاني هدف، النتيجة 2-1 من قدم الجزائري يسري بوزوق. كانت متابعة من عبد الرحمن الأحوصي. بوزوق وضعها في مكان صعب وأنه أي حارس يتصدى لها. ركنا بشكل ممتاز جدا لكي تتواصل المباراة من جديد. هنا في المراقبة رياضي محمد الخامس. فرحة كبيرة لمناصري رجاء بهذا الهدف.